5 جمل ابنك أو بنتك محتاج يسمعهم علشان تبني ثقته بنفسه. 1. أنا هنا علشان أساعدك. لما تلاقي ولادك عايزين يعملوا حاجة بس ما عندهمش الشجاعة الكافية ان هم يعملوها، قولي لهم أنا هنا علشانك وممكن أساعدك. 2. احكي لي أنا سامعة. لما ابنك أو بنتك يجوا يحكوا لك موضوع مهما كان تافه بالنسبة لك، هو بالنسبة لهم حاجة كبيرة، وقفي اللي انت بتعمليه وقولي له احكي لي أنا سامعة. ده مش بس هيزود الثقة في نفسهم، ده هيزود التواصل معاكي وهيجبروا هم بيشاركوا معاكي كل حاجة، مش بيخبوا عليك. 3. أنا بحبك. مش كفاية انك تثبتي لهم بالافعال ان انت بتحبيهم، هما محتاجين الكلام المباشر. مين هيدلعهم يعني؟ 4. مش زعلان مني؟ فلو غلطتي اسألي دايما مش زعلان مني، وعادي اعترفي بغلطك واعتذري له كمان. ده بيعلمهم ان هما كمان ما يبقوش متكبرين ويتأسفوا لما يغلطوا. رقم 5. انا فاهماك وعارفة انت حاسس بايه. الاطفال لما بيحسوا ان هما مش مفهومين بيحسوا بالاحباط، وممكن يتطور الاحباط ان يبقى عندهم مشاعر سلبية تخلي عندهم سلوك عدواني ونوبات غضب مش مبرر. اخر حاجة، بلاش الانتقاد في الرايحة وفي الجاي. ممكن يكره نفسه او شكله او شخصيته، لان اصلا الاب والام هم اول ناس الطفل بيستمد منهم ثقته بنفسه. لو انت كرهته في نفسه هيطلع طفل غير سوي مليان عقد، فخدوا بالكم.